لكن في الليلة اللي انا بحكي لك عنها دلوقتي كان في نقاش داير ما بينهم على الحال اللي وصلوا له، سيجارة ورا التانية، والكلام بدأ ياخد منحنى غريب لحد ما ابراهيم جات في دماغه فكرة مرعبة، فكرة شيطانية بالمعنى الحرفي للكلمة، وقام عرضها على مصطفى. في لحظتها مصطفى رحب بيها من غير اي تردد وقال له بس احكي لي يا ابراهيم الفكرة دي ايه بالظبط؟ وهنا بدأت التفاصيل الغريبة. ابراهيم قال له ان في فرصة توظيف جديدة لممرض يراعي شخص مسن، والمقابل المادي هيكون محترم جدا. وطبعا انت دلوقتي مش مدرك انا بتكلم على ايه، بس استنى شوية وهتفهم كل حاجة، لان من بعد الليلة اللي انا لسه حكي لك عنها دي بنروح لليلة اللي بعدها، ليلة بقى مختلفة تماما عن اول ليلة. من جوه واحدة من قرى الصعيد في مركز ملوي، وتحديدا في قرية الروضة. من جوه القرية دي بنلاقي بطل قصتنا مينا موسى، شاب في العشرينات يا دوب كان لسه متخرج سنة 2024.